سلام البنات، اتمنى تكونوا كامل بخير. جبت لكم اليوم اللفت الجيجلي من يدين عجوزتي. صراحه جا بزاف هايل وبزاف بنين، مع الرغم من اني ما نحبش اللفت، لكن بالطريقه هذه صراحه عجبني وجا بزاف هايل. اللي حبيت تجرب حبيت اشارك معكم مقتطفات. نتمنى انكم تكملوا الفيديو للاخر. اول حاجه قطعنا اللفت رقيق مع شويه تاع الحشيش ديالو. الحشيش هذاك لازم يكون خضر، ما يكونش صفر، يكون طري. قطعناه رقيق، درنا في كوكوط اللفت مع الحشيش مع الماء، خليناهم يطيبوا مليح مليح مع التحريك المستمر، ونقعدوا هكا نعبزوا في هذاك اللفت حتى يطيب لنا مليح مليح. بعدها تروح تحكم السميد حوالي نصف كاس. الكميه ما نقدرش نقول لكم قسمه تنشف المرقه تاع اللفت. قاعده تضيف غير بشويه وتحرك، ما توقفش كامل، وتقعد تضغط وتبصق مليح مليح هذاك على هذاك اللفت بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا معنا. لهنا يا سميت كتضيف غير بشويه وتحرك وتشوف عينها ميزانها حتى نشفت لنا كامل هذاك الماء اللي كان فيه. بعدها خلاته يبرد، تقدروا تخلوه يبرد ليله كامله. غد من ذاك تروحوا تاكلوه. ضيفوا له زيت الزيتون، من الاحسن انه يكون زيت الزيتون تاع هذا العام بالمعنى يكون جديد، وتاكلوه تاكلوا هذا اللفت مع الكسرة. صراحة راح يجيكم بزاف هايل وبزاف بنين. انا ما نحبش كامل اللفت، بالصحة بالطريقة هذه عجبني وكليت منه. يعطيها الصحة وربي يطول في عمرها. نتمنى انكم انتم ثاني تجربوه كما راكم تلاحظوا معنا. لهنا درنا له زيت الزيتون، هو لازم يتكل بزيت الزيتون، وزيت الزيتون اللي هنا كثروا شوية. كمية ديروه مليح وتاكلوا بهذه الطريقة مع الكسرة، راح يجيكم بزاف هايل. وما تحكموش عليه حتى كتجربوه وتذوقوه. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وصفات متنوعة مع كنوز، وتفعلوا الجرس بيلحقكم كامل جديد. نتمنى نتلاقاو في وصفة أخرى. سلام.